بسم الله الرحمن الرحيم. من منصورة ومن جزيرة الورد. معايا شخصية اشتغلت عن نفسها. هو صحفي زميلنا من ضمننا قريب، انما هو رئيس قسم في التربية والتعليم. خرج من الامتحانات واحنا قلنا ننتهز الفرصة لانه انضمنا لمؤسسة النيل العالمية للتنمية واعداد القادة. واحنا حبينا برضو نلفت نظر ان المؤسسة بتاعتنا في حيز التنفيذ، وهتبقى مؤسسة حقيقية ودولية وفي جميع دول العالم. معايا الأستاذ جمال رمادي. عرفنا مين جمال رمادي؟ جمال الرمادي، رئيس قسم التربية والتعليم لإدارة الحاجة التعليمية. أنا أولا تشرفت بانضمام لمؤسسة النيل العالمية إعداد القادة. دي شرف كبير لي انضمامي إليها، وأتمنى لها مزيد من النجاح والتوفيق إن شاء الله. احنا طبعا سعداء ان انت هتبقى معانا، وسعداء كمان لان احنا فعلا يهمنا كل واحد مهم في مكانه، هيضيف لينا وهنضيف له. انت النهارده في جزيرة الورد، شايف جزيرة الورد اهيت ما شاء الله جميلة، والمنصورة جميلة وبتشتغل في واجا برضو طلع البر. تقول ايه وانت قاعد على النيل وشايف جمال مصر؟ أنا والله يعني المنصورة دي فخر ليا أولا. بفتخر بقى في كل حاجة، وبفتخر بمحافظها أولا إن هو عامل فيها شغل كويس وترميمات كويسة بالنسبة لجزيرة نادي الورد. أما النهاردة أنا شايف الطلبة والطالبات بعد الامتحان مبسوطين وبيرقصوا هم خلصوا وكده، مبسوطين وربنا يوفقهم جميعا. ويوفقنا يا رب، ونشوف مصر دايما حاجة جميلة. تقول ايه النهاردة؟ والإنسان لازم يكون له أهمية أو بصمة في حياتنا، عشان بيخرج من الدنيا كأن إنما لما بيبقى له بصمة دي بتبقى إضافة له ولأولاده. تقول ايه يا أستاذ جمال النهاردة؟ أنا بطلب من كل إنسان على أرض مصر إن هو يعمل بدل ما هو أن يتكلم كثيرا، يعمل بالفعل ويشوف عمله ويكون متقن في عمله، ويقول له ربنا يوفقك دايما. بص بنظرة أمل للحياة، ما تبصش بنظرة إحباط. الأمل دايما هو الحياة. واحنا سعداء بيك من الأمل والحياة. تحب تقول ايه كلمة للمصريين النهاردة واحنا